السلام عليكم. ضيف النهارده متصنف نجم كوميديان، مع اني شايف القماشه بتاعته اعرض من كده بكتير. ومن سنتين كان في مسلسل اخترع فيه مصطلح انتشر قوي، كان بيقول فيه كل اللي انت شايفه غلط اعمله. هو طبعا كان بيهزر وقتها، بس للاسف في حاجات كتير في حياتنا شبه المصطلح ده بجد. هنعرف الكلام ده كله مع محمد لطفي. اهلا وسهلا يا محمد، منور. السلام عليكم. السلام عليكم. عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب. لا هو بص، هو كان يا عم شرف كل اللي انت شايفه كان وليد اللحظه. ان هو سيد خردة ده كان شايف ان هو لازم الراجل ده هيعمل حاجه غلط، لانه عارف ومتاكد ان هو اللي حط له الفلوس جوه الخزان. وهو بيقول له هبلغ النيابه، وكده هيفتح عليه فتحه، وكده غلط يا عم شرف. قال لي انا هعمل كده وجايب لك النيابه. قلت له طب كل اللي انت شايفه غلط اعمله. بس احنا كان ماشيين من الدراما، ما كانش مقصود عموما يعني. محمد، هو انت من فين في مصر؟ انا من مواليد الفيوم. وبتروح الفيوم؟ ليك بيت عيله هناك؟ طبعا اهلي هناك طبعا. والدتي من عيله الاعود الفرجاني، الاعراب الفيوم. ووالدي من عيله عويس ابو قتله. ده شيخ له مقام هناك. وبرضه اهلي هم اللي هدوه بعد كده. اسمه الشيخ ايه؟ مقام الشيوخ طلعوا هدوا المقام؟ هدوا المقام ده. لا والله. ده قريب الكلام ده يعني من فتره. طب وانت عملتوا ايه؟ ولا حاجه بقى ده يعني. دي حاجات بقى تفاصيل. تمام. طب ايه الانطباع عن اهالي الفيوم؟ ناس طيبين طيبين، وعندهم مزارع فراخ كتير وبط وحاجات من دي يعني. وعنب طبعا. وبيربوا علف كويس قوي. انا جدي اصلا كان مهنته ان هو بيربي عجول علف. اصل يعني كل العرب دول بقى ناس كل محافظه كده في ايه تعليق سلبي عليها، يقول لك المنايفه مش عارف ايه، الشرقوه مش عارف السواحل. بلاش بقى الحاجات دي. ما فيش سلبي، ده احنا كلنا بلد واحده. تمام. بس نحب كده ننكش بعض من شويه. لا يعني ملهاش. تمام. انت شايف كلنا مصريين يعني. انا هو مصري، اي حته هتلاقيني من الشربيه، من امبابه، من شبرا. يعني الشبه في تحس ان انا يعني حصل. انا موافق من اي حته. انا موافق يعني. وبعدين الفيوم دي تاريخ كبير يعني. كفايه ان منفس اول مدينه فرعونيه هناك كانت عاصمه سيدنا يوسف عليه السلام. يعني جو. تمام. جو عالي. جو تاريخي. طب لطفي لو لم تكن مصريا لوددت ان تكون ايه؟ عقيده مصطفى كامل. وما تقوليش مصريا، انا عارف يعني. لا مصريا طبعا. ماشي، بس كلمني برضو عن ناس تانيين بيعجبوك، شعب تاني كده بتحترمه وبتحبه وبتقدره وبتحس ان هو يعني. هو عموما الشعوب كلها في العالم بيبقى ليها طقوس خاصه بيها وليها، وهو بتولد هناك ويبقى عندهم. بس احنا عندنا الانتماء اكتر. وعايزين نزود كمان الانتماء. هيحصل. مش عايزين لخبطه. هيحصل. مش مفيش شعب طيب هتختاره لي بديل؟ والله يعني انا سافرت كتير. يعني مثلا في كل حته في العالم فيها ناس طيبه يعني. وكلما رحت للقرى او الاماكن بعيد عن الدوشه والعاصمه والمدن صحيح. تلاقيهم اطيب. صحيح. يعني احنا مثلا رحت امريكا، الناس طيبين وفريندلي قوي. ده اول واحد يقول على الناس في امريكا طيبين وفريندلي فعلا. والله لذاذ جدا الشعب الامريكي ومرحين جدا. ورحت روسيا، اطيب من هناك ومتعودين جدا رغم اللغه صعبه وهم ما بيعرفوش يتكلموا اي لغه غير لغتهم. اوكرانيا بتحس ان انت في فلاحين عندنا وبيسلموا على بعض، والناس يوصفوا لك. حبيت اوكرانيا السوق. عجبتك اوكرانيا؟ بتتكلم عنها عسل. تمام. انا واحمد عز. طب انت عارف احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ عشان اصل الكلام عن الدول مش انا بص مصري ووشي شبه الطينه اللي في الحيطان بتاع بيوت الفلاحين. تمام. فيعني طب تعالى نعمل شويه اجراءات. تمام. انت معاك الجنسيه المصري، تمام، في بطاقتك ومعاك على ملامحك ان الجنسيه المصري. تعالى نشوف كده شويه اجراءات صغيره نتاكد بيها الموضوع. هسالك 9 اسئله. تمام. لو جاوبت 6 صح على الاقل هتبقى اصلي مصري، يعني شخص اصوله مصريه. اكتر من 6 هتبقى مصري اصلي، يعني اعلى درجه، عارف كل حاجه. يا مسهل يا رب. ما ده احنا في اختبار، ده احنا جايين نعمل ايميجريشن بقى النهارده ولا لا 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 لا، احنا بس بنأكد بس. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاولاني من منطقه العادات والتقاليد. نعم. من منطقه العادات والتقاليد. تمام. اكمل المثل التالي. اقل باب يحوش نقط. اقل باب يحوش نقط. يحوش الريح.
مثلا تمام. يحوش وديك اختيارات. لا اقول. طيب اقل باب يحوش الذباب ولا الهباب ولا الكلاب؟ ما عداش عليك المثل ده؟ انت عدى عليك؟ كتير بصراحه. لا والله. والله متداول بس جدا. هو يعني هو مثلا كده بيعبر عن القناعه، يعني اقل باب يحوش الكذا، يعني الرضا قناعه ورضا كده يعني. اقل باب يحوش ايه؟ يحوش الكلاب. مظبوط. طيب 1-0 ليك. مظبوط 1-0. اقل باب يحوش الكلاب. طب هو لطفي، واحنا شعب قنوع زي المثل كده ما بيقول اقل باب اكتر يحوش شعب الكلاب؟ قنوع في العالم المصريين. صحيح. 1-0 لطفي. والسؤال الثاني من قاموس الفاظنا وكلامنا. تمام. ما هو معنى كلمه طز؟ دي شكلها فرعوني. لا. بخ وكخ. كخ وكخ ومام وطز يعني لا أهمية يعني. تمام. يعني مظبوط. يعني لا تعني مش صحيح. يعني. صحيح. يعني طز في فلان، يعني عارف انت ازاي؟ طب اصل الكلمه؟ والله شكلها تركي كده يعني. لو كملت لي بقى الحكايه تاخد درجه كلها على بعض. هي تركي فعلا. ما اعرفش، اصل انا ما بعرفش لغه تركيه. هي دخيله علينا. دخيله علينا. هم داخلين علينا مع الاحتلال، مع الاتراك اللي عاشوا وسطينا. شوف بقى، ده احتلالات وانجليز وعثمانيين بس هي طز يعني ملح. تخيل. هي بقى حادق. كان الاتراك بيعملوا لجن طول الوقت عشان ياخدوا ضرايب من اي حد معدي وجزيه. تمام. الحاجه الوحيده اللي كانت ما بياخدوش عليها ضرايب هي الملح. فيخش حد بشحنه عايز الضرايب يقول له طز يعدي. فطز دي معناه انا بقاش مش مهم خلاص. حلو قوي ده. الواحد لو دخل على لجنه وقال له طز، لا تقول له ملح دلوقتي، ما ينفعش تقول له طز، تقول له ملح دلوقتي. عدى على كمين بتاع فطز دي الضرايب خلاص، الضرايب هي اللي بتقول له طز. انت مش وانت معدي على كمين الجامعه ده قول له طز بس. قول له طز بس هو هيعرف. طب انت ممكن تقول للضرايب طز كده زي ما بيعملوا الاتراك ولا انت ملتزم؟ طبعا لا. ملتزم. طبعا مفيش زواغان. هتتحبس لو ما دفعتش الضرايب. احنا اتعلمنا دلوقتي من لطفي ان احنا لو ما دفعناش الضرايب هنتحبس. وخلاص بقى اتحلت مشكله الضرايب يعني. دلوقتي بقت بتتخصم من المنبع هي كده اتحلت ولا كده لا طبعا اتحلت. بقت قفش. اتحلت. لا طبعا. وكده احسن. 1-1 وهنكمل مع بعض. بس 1-1 ليه؟ وانت في سؤال بتاع طز ما جاوبتوش. بالملح. طيب ما انا اللي قلت لك الملح. تمام. انت جاوبت السؤال بتاع 1.5. اقل باب يحوش الكلاب. مفيش انصاص. كسر الساعه هنا بصاعه. 1-1 وهنكمل مع بعض مع لطفي. والله لو جت في طز يبقى مش مشكله. طز. لطفي مصمم ان هي 2-0، فمش عارف يعني. لا ما طالما يعني ده صعب، محدش يعرفها كتير على فكره. طب ما انا عارفها اهو. الاعداد اللي عملها لي. لا انا اللي بعد. انا اللي بعد. طيب انت قلت نص، لو كنت قلتها بقى ماشي يا عم. طب السؤال اللي جاي بس انا متمسك بمصريتي قوي. خلاص. ما هي اصلا في حته جات لك في حته تركي مش في مصري. بس معلش يا مصطلح. ما احنا فيك حاجات بقى كتير بقى طول الوقت بنقولها ومش عارفين احنا بنقول ايه. بس حلوه يعني لذيذه. طيب هسألك في المزيكا. اتفضل. هسمعك 10 ثواني. تمام. من مزيكا مصريه شهيره معلمه جوانا عايشه جوانا يعني. اوكي. وتعرف اللي هي مزيكه ايه؟ غنوه ولا فيلم ولا ايه؟ اوكي. عمار الشريعي واحنا لينا الحدود مستمرين في الصعود. طب تاني. مش كده؟ عمار الشريعي. عرفت بالتالي يعني. زي مسلسل. بس انا عشان مصر يعني قلت لك واحنا ماشيين من الحدود مستمرين في الصعود. ده عمار الشريعي يعني لازم تبقى مصر. هي عمار الشريعي. ايوه مظبوط جدا. بس مش رأفت الهجان. مش الحدود. انا لما بدأت يعني قلت لك عمار الشريعي ده الحدود بقى ومصر وبعدين دي رأفت الهجان. وانت قلت رأفت الهجان وهي مش رأفت الهجان برضه، هي دموع في عيون وقحة جمعة الشوال. اوكي. 2-1. طيب السؤال الثالث. تعرف تتصرف مصري؟ تعرف تتصرف مصري؟ هقول لك الحاجة قول لي التصرف المصري الشائع. تمام. اذكر اضافة او حاجة تخلي جلدة الحنفية بتشتغل في احسن صورة. اذكر حاجة ايه؟ اضافة يعني
بتعمل ايه لجلده الحنفيه عشان تشتغل في احسن صوره، تبقى جلده الحنفيه دي في منتهى القوه وبتشوف شغلها مظبوط. بيعملوا ايه عاده السباكين الصناعيه؟ بيحط لها الرابطه بتاع لما بيفك دي، بيحط اللباده كده يربط بيها. تمام. دي بيأمن بيها الجلده نفسها، بس الجلده نفسها ازاي تبقى تشتغل باقصى كفاءه؟ بيعملوا بيحط لها نقطه زيت كده بتاعت الريح. تمام. اذا 3-1 3-1 ولا 2-2؟ 3-1 يا كبير. 2-2 ليه؟ 2-2. طز ما قلتهاش، ودموع في عيون وقح ما قلتهاش، قلت 2 صح، يبقى كده 2-2. طب بقول لك بعدين كده المصريين اشتغلوا بعض كده يا اخوانا. كمل. اذكر 3 مواصفات للصنايعي المصري غير ان هو ما بينزلش الشغل طول ما هو معاه فلوس. يعني كلمنا عن مواصفات الصنايعي المصري، حاجات انت شايفها مميزه وحاجات سلبيه. الصنايعي المصري ذكي جدا، تمام، شاطر قوي، يعرف يتصرف ويصلح اي حاجه. لكن احيانا بيتاخر في مواعيد تسليم حاجات. طب والتقفيل بتاع الشغل بتاعنا كصناعيه مصريين؟ القفله بقى، الفينيشنج. لا ما تقولش، ما تجاملش. لا بص، في شاطرين. طب ما تبص للترابيزه اللي انت بتشتغل قاعد عليها، الكرسي ده، طب ما ده صناعه مصريه اهو، وفي خزف، وفي شغل صدف وصدف وبتاع، ده فينش يعني. ما احنا قلنا في فنانين، بس يعني ما ينفعش يبقى كله فن، يعني مش ما ينفعش. في جزء بقى جزء يعني ما بيكسل، او يعني الاجيال القديمه في الصناعات كانت احسن مثال. في كل حاجه دلوقتي يعني بقى في حاجات جاهزه جايه كتير. يعني ممكن تشتري ترابيزه زي دي بس بالشكل، بس ممكن تبقى بلاستيك بس واخده نفس اللون ونفس الميزه ونفس الحاجات، بس تبقى لونها تبقى بلاستيكيه. تفتكر الصين ممكن تقعد الصناعيه المصريين في البيت، الفنانين دول بالذات؟ ممكن الصين يعني لا، اللي بيحب الشغل الاصلي بيجيب الناس تشتغل. هم دول الضمان، يعني ان في ناس ذوقها عالي مش عايزه التقليد، عايزه الاصل. هو دول طبعا لازم. طيب السؤال الجاي سينما. اتفضل. تمام. اسهل حاجه، هوري لك افيش فيلم، بس الافيش